صفحة 68. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الصفحة اللي معانا النهاردة في صفحة 68 يقول ربنا في مطلع الصفحة الكريمة: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذا طبعا استكمال للصفحة اللي فاتت 67، آخر آية اللي هي ربنا خاطب فيها المؤمنين فقال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وقلنا فيها إن المعنى هنا إن الإنسان لا يكون له حال دائم، يا في غنى يا في فقر يا في صحة يا في مرض يا في تلك الأيام نداولها. وإن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يعني الحالة اللي بتعدي عليك ممكن يكون بيعدي على غيرك بحالة أسوأ منها وعلى غيره حالة أسوأ منها، لكن كل واحد دايما بيبقى واقف مع مشكلته ومع عيبه أو مع الأزمة اللي هو عايشها لأنه هو اللي فيها. لكن الآخرين ممكن ما تكونش شايف منهم غير ظواهر الأحداث أو ظواهر الأمور، فمش عارف إيه المشكلة اللي عندهم، وأحيانا ممكن تبقى أكبر من كده. فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. في الآية اللي معانا: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. التمحيص بيجي يعني ما بيجيش في أول مرحلة. الأول ربنا سبحانه وتعالى بيقسم الناس، فيهم المؤمن وفيهم الكافر، فيهم الطائع وفيهم العاصي. التمحيص مش في كفر وإيمان، التمحيص في مراحل الإيمان. يعني المسلمين كلهم مش عند ربنا في مرتبة واحدة، يعني في واحد في مرتبة الإسلام، في واحد في مرتبة الإيمان، في واحد في مرتبة الإحسان. في واحد يقدر يجاهد بالفلوس فيقول لك أنا هدفع فلوس للمجاهدين، وفي واحد يقدر يجاهد بالجيش، وفي واحد يقدر يجاهد بروحه، في واحد يقدر يجاهد بماله وبروحه. فالتمحيص هنا وجوه الجهاد نفسه وجوه الحرب كل واحد بيبقى على مرتبة معينة على قدر صدقه وعزيمته واحترامه لدينه والوطن والاعتقاده اللي هو قايم من خلاله يقدم نموذج الحرب أو نموذج الجهاد. عشان كده ربنا قال: وليمحص الله الذين آمنوا. ما هو قال هيتخذ منكم شهداء في الآية اللي قبل كده، فهيتخذهم شهداء إزاي إن ما اختبرهمش وشاف قوة الإيمان بتاعه وتحمله وصبره وثباته ويقينه واطمئنانه لربنا واعتقاده ان ربنا سبحانه وتعالى هيكمل معاه لحد الاخر. عشان كده احنا طول الوقت في مراحل التمحيص دي. وليمحص الله الذين امنوا. يتخذ منكم شهداء، حضرتك كنت قلت يعني إيه تاني؟ في الآية م- اللي قبل كده: يتخذ منكم شهداء، انه يصطفي منكم ناس تبقى مؤهلة ان هي تقوم بالدور ده، بدور القيادة، بدور م. الريادة، بدور مش الرسالة. مش مش للشهادة، يعني إن هم يموتوا شهداء يعني. يتخذ منكم شهداء. م- هنا ما هو الشهادة هي درجة من درجة شهداء انه هيموت. م. لكن مفهوم الشهداء على الحقيقة ايه في الارض؟ يعني مفهوم الشهداء، من هم شهداء الله في الارض؟ لما سيدنا رسول الله قال لاصحابه: انتم شهداء الله في الارض. آه. الشهداء في الارض دول اللي هم استوجبوا معنى الحق، واستوجبوا معنى الصدق، واستوجبوا معنى الأمانة. أي. يتخذ بعد ذلك منهم شهداء يقدموا أرواحهم م. في شهيدا لوجهه سبحانه وتعالى. أي. وكن ليتخذ منكم شهداء هنا هي عشان يؤهلوا للمرحلة دي لازم يمحصوا. أي. قال: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين والعياذ بالله. والمحق والإزالة، قل محقته أي أزلته. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وده معنى تاني ربنا سبحانه وتعالى بيقوله لنا. بيقول: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وأن المؤمن لابد أن يواجه في هذه الحياة بالتكاليف. وقد خلقنا الإنسان في كبد. وإيه الكبد؟ هو المشقة. والمشقة هنا مش لازم تبقى مشقة جسدية، ده المشقة مشقة روحية. يعني إنك مثلا تصبر على الطاعة فتلتزم بيها، وتصبر عن المعصية فما تعملهاش، ده نوع مشقة. تصبر على الغيب، بكرة في إيه، بعده في إيه، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ده نوع من المشقة. تصبر على أحوال الزمن وأحداثه، ده نوع من المشقة. عشان كده مش الإنسان لا ينال هذه المراتب ولا هذه المراحل. ودايما حتى العرب يقول اتسمت الفتنة فتنة من افتتان الذهب. الذهب أول ما بيطلع من الأرض أو من الجبل ما أقدرش أخده مباشرة أجهزه ويستخدم.
لازمًا بيعدّي مراحل غربلة، وبعد مراحل الغربلة تصفية، وبعد التصفية انصهار. انصهار إنه يتحط على مادة معيّنة من النار بقوة معيّنة، فتبدأ تخلّص الدهب يسيح، والشوائب اللي بتبقى زي الحجارة أو أي شيء من تطلع منه. كده تبدأ تطلع من الدهب. فكذلك المسلم لازمًا يعدّي على المراحل. وكان الشيخ جلال الدين الرومي الله يرحمه يقول لتلميذه: "لو كل حَكّة هتوجعك هانضّفك إزاي؟" يعني كل ما أحُكّك حَكّة كده تقول تقول أي. أي، إمم. أنضّفك إزاي؟ فأنت لازمًا تتحكحك شوية يعني لازمًا تاخد لك وِش، وِشّين، 3 كده، إمم. عشان بعد كده يرسم فيك الحق بمداد القدرة. لمّا يرسم فيك بمداد القدرة يؤهّلك لنور، ويؤهّلك للدنيا، ويؤهّلك للآخرة، ويؤهّلك للجنة وللعطية وللمهمة وللرسالة، وتؤهّل إنك تبقى في ركب قيادة هذه الدنيا. عشان كده قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لما يعلم يعني لم يأتي بعد الوقت اللي انتوا اختبرتوا فيه وافتتنتم فيه وصهرتم فيه، فعرفنا نطلع منكم الذهب الخالص من الفضة، من الفضل. الفلص، من كده. ويعلم الصابرين على ايه؟ على الأحكام وعلى التكاليف وعلى الجهاد، انه يطلع إمم. يضحي بروحه في سبيل الله. أنتم عايزين تخشوا الجنة من غير ما تختبروا، هو ده بالضبط كده، إمم. ده المعنى. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه. يعني قبل ما تحصل الحرب كان كل واحد فيهم يقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ الأنصار هو إمم. الأنصار قالوا: يا رسول الله لن نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون وإننا لصبر في الحرب ثبت عند اللقاء وسيريك الله من أمرنا ما تقر به عينك. يعني إحنا في الحرب هتلاقينا جاهزين. رجالة، إمم. وفي المواجهة هتلاقينا قدها، وربنا هيوريك مننا اللي يفرحك. وسيريك الله من أمرنا ما تقر به عينك. فأنت والمهاجرين سابوا كل ما يملكون عشان يبقوا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يتحركوا معاه من مكة للمدينة. واللي ترك ماله، واللي ترك ولاده، واللي ترك بيته، واللي ترك شغله، واللي راح قالوا له: انت جيت لنا فقير مالكش حاجة. سيدنا صهيب الرومي فقالوا له: جئتنا صعلوك لا مال لك فقيرا لا شيء عندك، وبعدين بقيت تاجر وبقى عندك أرض ومال، عايز تطلع مع محمد تطلع ما تاخدش أي حاجة معاك. فطلع فسيدنا النبي قبله أول ما وصل قال: ربح البيع أبا يحيى. إمم. فالناس دي يعني الناس دي اشترت الآخرة. فربنا بيقول لهم: انتوا كنتم بتتمنوها، طب انتوا في الموقع. ولقد كنتم تمنّون الموت. تمنون الموت في سبيلي. لأن المؤمن إمم. دائما يعني سيدنا عمر بن الخطاب كان أعز دعوة عنده إيه؟ اللهم شهادة في سبيلك ودفنا في بلد رسولك. سيدنا خالد بن الوليد: ألا فلا نامت أعين الجبناء. أن المتنبي يقول إيه؟ إذا غمرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. يعني لما تيجي تخوض حاجة حلوة ما ترتاحش إلا لما تمسك النجمة بإيديك، إمم. تمسك أعلى حاجة فيها. قالوا له: ليه؟ قال: فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. فأنت كده كده هتموت، بس تموت وأنت على شرف المواجهة، ولا تموت وأنت مولي أو أيوه. فارغ أو خايف أو جبان. فهنا قال: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه. وده موطن العلاقة بين المؤمن والمنافق. لما جه الاختبار هناك في سورة البقرة لبني إسرائيل، فقال: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن ولن يتمنّوه أبدًا. يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. بينما المؤمن لا، إمم. في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء، لا لدنيا قد عملنا نحن للدين الفداء. قال: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه. رأيتموه يعني إيه؟ بقيتوا يعني شايفين بقيتوا الموت مواجهين قدام عينيكم اهو، إمم. وأنتم تنظرون يعني بأعينكم، ده بيموت وده بيعيش وده بيقاتل وده بيقتل. وما محمد إلا رسول قد صلى الله خلت عليه وسلم. من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم صلى الله عليه وسلم. طبعا الآية دي جاية برضو في أحداث غزوة أحد. ليه؟ لأن أحد حصل فيه مشكلتين كبار جدا. المشكلة الأولى
الرماة اللي خلفهم أمر النبي لما النبي قال لهم ما تنزلوش. المشكلة التانية إن لما الرماة خلفوا أمر النبي كر عليهم المشركين وبدأوا يصطادوهم من تحت. هم سابوا الجبل فوق ونزلوا ياخدوا الغنائم ما بين الجبلين، فجم المشركين واخدين أماكنهم هم من فوق وبدأ يحارب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا بس لما أشيع في الجيش إن سيدنا محمد قد قتل، الخبطتين دول كانوا كافلين إن هم يهدوا الجيش، إن ناس تخالف أمر النبي فتسيب أماكنها والمشركين يطلعوا فوق يبدأوا يصطادوا فيهم من تحت. والأمر التاني إذا كنت صاحب الرسالة اللي إحنا بنقاتل عشانه، عارف أنت لما تبقى في حرب يقول لك ده القائد مات، حتى من آداب الحروب يقول لك لو القائد مات ما تقولش. ليه؟ لأن ده بيضعف قلوب الجند. فهنا قال أشيع في الجيش إن سيدنا النبي قد قتل. فلما أشيع إن سيدنا النبي قد قتل بدأوا ينكسوا على إيه؟ على أعقابه، اللي يخاف واللي يقلق واللي يضطرب واللي يمشي فقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. خلت يعني سبقت من قبله الإيه؟ الأنبياء والمرسلون. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لما يتقال لكم إنه مات أو قتل، وده موطن الإيمان الحقيقي. والحدث ده والآية دي مهمة جدا جدا. احنا بنتعلق بسيدنا رسول الله على اتجاهين: اتجاه الحياة الأبدية اللي هو اعتقادنا احنا كمؤمنين ومسلمين، إن هو الاعتقاد الحياة السرمدية. الحياة السرمدية دي ما بنقولش فيها إن سيدنا النبي مات. لما يجي نقول لنا سيدنا النبي مات نقول لهم لا، سيدنا النبي ما ماتش. يقولوا ما ماتش ازاي وربنا بيقول وما محمد الا رسول قد خلت، وربنا بيقول له انك ميت وانهم ميتون. نقول لهم دي الحياه البشريه. الحياه البشريه انك ميت وانهم ميتون، معتقدين ده، ومعتقدين ان البقاء لله وحده سبحانه وتعالى، ولا نبي ولا ولي ولا بس رسول. الدار الأخيرة اللي هي الدار الحيوان. الاخره اللي هي الحيوان. والدار الاخره مش ده هي الحيوان بس، ده الشهداء احياء فيها. الشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم، والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. وكل المعاني دي للشهيد مش للنبي اللي هو خاتم النبوات وخاتم المرسلين. وعشان كده لما بنيجي نتشهد، واحنا في التشهد بنقول التحيات لله الصلوات الطيبات، بنقول السلام عليه ولا عليك؟ عليك. عليك ده حاضر ولا غائب؟ حاضر. الكاف دي حاضر، ولو غائب هنقول عليه. طيب لما النبي يقول ان اي حد بيصلي عليا برد عليه السلام. طيب هيرد عليه السلام ولا عليك؟ كم مسلم بيصلي على النبي؟ كم مليون مسلم بيصلي على النبي؟ طيب لما النبي يقول حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، تعرض علي أعمالكم، ما وجدت من خير حمدت الله وما وجدت غير ذلك استغفرت الله لكم. فاعتقدنا الذي ندين لله به إن الهيئة البشرية إنك ميت وإنهم ميتون، لكن الهيئة الروحية والنورانية وطلاقة روح النبي، إذا كانت الأرض لا تأكل أجساد أهل القرآن ولا تأكل أجساد الصالحين، فجسده حتى جسده مصون، يعني الروح تطلع لكن الجسد مصون، والروح منطلقة في عالم الغيب. عشان كده لما سيدنا رسول الله انتقل للرفيق الأعلى حصلت ضجة في المسجد، فمن الصحابة من شل ومنهم من خرس، يعني شل علي وخرس عثمان، وراح عمر يهجو ويرفع سيفه ويقول والله ما مات، ومن قال أنه قد مات ضربت عنقه بسيفي. وجاء أبو بكر في قوته ورزانته، وهنا حنان وضعف ورقة أبو بكر تتحول إلى تلك القوة الضارية، وقوة عمر وفاروقيته يتحول إلى هذا الهوان والضعف. عشان كده هي القوة الحقيقية فين؟ عند أبو بكر. والقوة الصارمة في عمر دي جعلته يهجو ويقول والله ما مات. ويأتي أبو بكر في ثبات وقين ويرتقي منبر رسول الله، وعمر عمال يحلف في المسجد ويجري. قال أيها الحالف على رسلك أما قرأت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل؟ قال عمر والله لكأني أسمعها لأول مرة، وأنا قاريها 100 مرة قبل كده لأن أول مرة أسمعها. ثم قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. أبو بكر، ذلكم أبو بكر الأسيف الرقيق الحنون. شوف لما
عشان كده قالوا لقد عصم الله بأبي بكر الأمة يوم موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقف سيدنا أبو بكر في القوة دي، ينزل من على المنبر يروح لسيدنا النبي بقى، فإذا به صلى الله عليه وسلم مسجن متغطي بالغطاء بتاعه، وقد فارقت روحه الحياة، فيجثو على ركبتيه ويقول: السلام عليك يا حبيبي صلى الله عليه وسلم، أما الموتة التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها، فلا ألم عليك بعد اليوم. هذا الحنان وهذه الرقة وهذه القوة وهذا الثبات. لذا كان أبو بكر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، تهدوا الجيش وتسيبوا الغزوة. انقلبتم على أعقابكم يعني مشيت يعني تركتم أماكنكم وتحركتم من دوائركم وخفتم من أعدائكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. لما ربنا يبقى كاتب النصر والتمكين والتأييد، اللي بينقلب على عقبيه بيضر نفسه، مش هيضر الدعوة ولا الرسالة. وسيجزي الله الشاكرين الثابتين في أماكنهم القائمين بأوامر نبيهم صلى الله عليه وسلم. إيه علاقة الشكر هنا بالآية؟ ما هم اللي نزلوا من فوق كانوا نازلين ليه؟ عشان ياخدوا الغنايم. طب واللي ما نزلوش وما تحركوش من أماكنهم؟ سمع عند كلام سيدنا النبي يعني مستغنيين عن الغنائم، فهم شاكرين لله بما أعطاهم. إنما اللي نزلوا كانوا عايزين يزيدوا، فاللي قعدوا في أماكنهم هم مكتفيين، رضينا برسول الله قسما وحظه، فهم اكتفوا بده. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. بتكلم بقى في قضية الموت، قال لهم وأي حد بيموت، مفيش حد بيموت إلا بإذن ربنا في الوقت اللي ربنا محدده له، كتابا مؤجلة. وإحنا كلنا كتابا مؤجلة يعني مكتوب ومحسوم وله موعده ومضروب له وقته ومعروف له كل تفاصيله. عشان كده أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها، واللي عايز من الغنايم هنديله، ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها. واللي قعد وحافظ على الأمر النبوي لما قال له اقعد مكانك نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. وده تعبير تاني بقى أخطر من الأولاني. هناك وسيجزي الله الشاكرين، فالألوهية هنا إيه؟ بيعكس الاسم الجلالي الخاص بالله سبحانه وتعالى، إن هو هيدي كل واحد حقه. لكن لما يقول لك وسنجزي الشاكرين، كأنه بيقول، عارف لما أكون بقول لك إيه، الشركة مش هتأثر معاك ولله المثل الأعلى، أنت تعمل اللي عليك والشركة هتدي حقك. طيب وما أقول لك وأنا رئيس مجلس الإدارة، اعمل اللي عليك في الموضوع ده وأنا مش هسيبك. فهنا بتتدخل القدرة، بنسميها من قدرة العموم إلى قدرة الخصوص. يعني بدل العموم وسيجزي الله الشاكرين إلى قدرة الخصوص وسنجزي الشاكرين، يعني أنا المسؤول عن الموضوع ده وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. والله الآية دي عظيمة أوي أوي أوي. أحد دي كانت مشكلة كبيرة. ربيون يعني إيه؟ يعني ربنا بيقول لسيدنا النبي في ناس كده في وسط الحرب بيبقوا غير كل الناس، بنسميهم ربيون، يعني ربانيون، يعني صالحون، يعني صادقون، يعني مخلصون، يعني صامتون، يعني صامدون. فثابتين ما بيتزلزلوش، لا غزوة ولا غنيمة ولا حد ينادلهم ولا منافق يلعب في دماغهم، لا لا. ودول هم سبيل النصر، ودول اللي انتصر بهم أحد. يعني أحد انتصر بمين؟ برسول الله وقلة حوله. هي أحد في الآخر المسلمين انتصروا؟ طبعا. أنا كنت فاهم. لا، ما هو حصل إيه؟
هو حصل النصر للمسلمين، وبعدين حصلت الهزيمة وشِعف الجيش، وفي الآخر تم النصر للمسلمين فيه. إمم. لكن لمّا التف الجيش تاني مرّة حوالين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضل سيدنا بالقلة دي، هم دول الربيون، ودول اللي صلاح الدين الأيوبي بقى يدوّر عليهم عشان ودول اللي النهارده بنقول للجيوش وللقادة وللساسة شوفوا التربية الروحية والأخلاقية فين، شوفوا من اللي جاهدوا في الأمم وفتحوا البلاد كانوا مين، شوفوا المعاني الإيمانية، لأن اللي هيخش بإيمانه هينجو وهيكسب وهيكون سبيل نصر، واللي هيخش بقوته وعتاده مش هيعدي. هنا كان، وهنا صلاح الدين الأيوبي كان بيقول من هنا يأتي النصر، إمم. ويقول من هنا يأتي الهزيمة. هنا كان عمر المختار وأبو الحسن الشاذلي وسيد أحمد البدوي وأبو عبد إمم. القادر الجزائري، واضرب في تاريخ الجهاد في سبيل الله عشان تخرج هؤلاء الصلحاء الأولياء. عشان كده وكأي من نبي قاتل معه إيه؟ ربيون ربي. أنا أيوه. عايز الربيون دول، إمم. عايز جيل فيه ربيون. النهارده أنا بقول لإخواننا في المجالس، خصوصا اللي من سننا، أقول لهم أنا عايز ولادكم جيل فيهم ربيون، جيل يبقوا مؤهلين دين ودنيا، جيل يبقى فيهم كل حاجة، لغات وسياسة واقتصاد وبزنس وخيل إمم. وكل حاجة، ربيون ودين ولغة عربية وفصاحة وأصول وعارفين وخرايطهم وأصولهم وعروبتهم. مش جيل مموح، صح. مش جيل ما يعرفش حاجة. عايزين الربيون، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. بيوصفهم ربنا بقى بيقول إيه؟ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. ما ضعفوش يعني. لا، وما ضعفوا. ما إيه هو الفرق ما بين الوهن والضعف؟ الوهن هو شدة الضعف. إمم. فقال لك دول يعني مهما اشتد بيهم الضعف، لا الضعف القوي إمم. اللي هو الخوار والزلزلة أثر فيهم، ولا الخبطة النص نص. يعني لو خبطتهم جامد ما بيتهزوش، آه. ولو خبطتهم بالراحة برضه ما بيتهزوش، إمم. ولو ما خبطتهمش خالص وما استكانوا، يبقى لا الحرب كانت شديدة تأثر، إمم. ولا الحرب كانت ضعيفة تأثر، ولا انتم موجودين او مش موجودين، هم ثابتين على حالهم. يعني ما استكانوا يعني إيه؟ الاستكانة هو الرجوع. إمم. لما اقول فلان بيكن عنك يعني إمم. بيبعد عنك. أيوه. فاستكانوا يعني ايه؟ يعني سابوا النبي صلى الله عليه وسلم ومشوا بس، او ما حضروش مع الحرب، او حضروش مع الغزوة، او انصرفوا عنه، او ولوا إمم. العدو ظهورهم، ما دخلوش أيوه. مقبلين، ذا ولوا مدبرين. أيوه. فما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. يبقى دول كانت على كل الأحوال ما فيش أي حاجة إيه؟ بتزلزلهم، أيوه. لا خبطة قوية ولا خبطة ضعيفة ولا إغراء ولا أي حاجة. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. وهم بقى فين؟ بيقولوا الحرب. الكلام ده في قلب الحرب. إمم. يعني إيه؟ في قلب الحرب شايفين نفسهم مذنبين، إمم. وفي قلب الحرب شايفين نفسهم مسرفين، إمم. وفي قلب الحرب شاكين في إخلاصهم. إحنا صادقين في جهادنا ده ولا مش صادقين؟ إحنا جايين فعلا عشان ربنا، ولا جايين عشان خاطر يقال؟ ما هو النبي قال إن من الناس اللي هتسعر بيهم النار مقاتل. بس بيعملها مش علشان بقى وجاهة أو ويقولوا له أنت قاتلت؟ قال له آه. قال له في سبيلك؟ قال له لا، كذبت. قاتلت ليقال شجاع أو مقاتل، وقد قيل. إمم. خدت حقك. فوهم في قلب الغزوة بيمحصوا النوايا. النوايا مطايا، النوايا مطايا. سيدنا النبي بيقول إن بالمدينة أقوام ما نزلتم منزلا ولا قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا كتب لهم أجركم. حبسهم العذر. هو سيدنا رسول الله اللي بيقول من نوى أن يموت في سبيل الله كتبت له الشهادة ولو مات على فراشه. ليه؟ نوايا، النوايا مطايا. دول في قلب الغزوة وبيقولوا له اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. في أمرنا. هم دول مسرفين في إيه؟ يعني إيه الإسراف اللي عنده؟ ده أنتوا بتوع شايلين روحكم على أيديكم. وثبت أقدامنا عشان ما إيه؟ ما نتزلزلش. إمم. اللهم لولا أنت ما ابتلينا ولا تصدقنا ولا صلينا
فأنزل اللهم برحمتك سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وأسمع القلوب إن نادينا، فإن العدا قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا. واللي بيحصل النهاردة ده شايفينه، ده والله ثبات، مم. ثبات يستوجب أن الأمة تقف إجلالا واحتراما لهؤلاء القلة المستضعفين، الفقراء والثكالى والأرامل والضعفاء واليتامى، وهم معهمش لا عدة ولا عتاد، وبتضرب فيهم بأكبر قوة في العالم وهم ثابتين. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا، النصر والغنائم، وحسن ثواب آخر. رضاه وجنته. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. دول كانوا محسنين فين؟ في القتال. يعني هم في قلب الحرب، هم بيحاربوا وهم ايه؟ محسنين. ومن يقترف حسنة نزد له فيها مم. حسنة. فهم بيحاربهم وهو بيزودها لهم فيها حسنة، بيقدموها على وجه الاقتراف، بيقولوا له اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا في أمرنا وثبت أقدام. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. والله أعلى وأعلم بمراده من كلامه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.